جامعة الأنبار كلية الإدارة والاقتصاد، أهلا بكم من كوكب الأرض. أهلا بكم في الجامعة التقنية الشمالية، المعهد التقني قسم تقنيات إدارة مواد، أهلا بكم في نهائي كأس السوبر الإسباني، أهلا وسهلا بكم في كوكب الأرض، محافظة ديالى، نادي المنصورية، أهلا بكم وصار بنشر كوكب الأرض. أهلا بكم في الأرض إلى المركبة الفضائية، أهلا بكم من جذع النخلة إلى محطة البشير، أهلا بكم في كلية التربية من نصب الشهيد، أهلا وسهلا بكم الخليجي 25 من شط العرب، أهلا بكم في البشير شو. قصر الفيحاء، أهلا بكم في البشير شو. من النجف الأشرف، جامعة الإمام الصادق، إلى جامعة الفرايد الأجهزة الطبية، أهلا بكم في البشير من كوكب الأرض، أهلا بكم في البشير شو. من كورنيش البصرة خليجي 25، أهلا بكم في البشير شو. من ملعب البصرة، فوز العراق على قطر، أهلا بكم في البشير شو. من داخل ملعب جذع النخلة، مرحبا بكم في البشير شو. سوق الليلة جمعة، سوق الليلة جمعة، سوق الليلة جمعة. مبروك للعراق على كأس الخليج، يستاهلون العراقيين هاي الفرحة، وإن شاء الله منها للأعلى، ويا رب تفرحونا بكل المحافل الرياضية. شكرا للفرحة اللي رسمتوها على وجوه الناس، وانتوا اسم على مسمى أسود الرافدين، صفقة الأسود. واكو شغلة مهمة همات بالنسبة لواحد مثلي عايش خارج الغلاف الجوي ويشوف الأحداث من فوق، فأحب أقول إنه هذا النجاح الرائع وهذا الإنجاز المهم اللي صار ببطولة كأس الخليج العربي لازم تشكر عليه عدة أطراف، رغم أكو مؤاخذات هواية على التنظيم وغيره والسوالف اللي صارت بالبصرة وكذا، بس الزين يغلب. فأحب أشكر أولاً شعب البصرة اللي قدروا بالدبلوماسية الشعبية اللي مارسوها وبشكل كلمة حلوة أن ينطون هاي الصورة الرائعة، وقدروا خلال أسبوعين أن يغيرون وجهة نظر المأخوذة عن العراقيين وللأبد. وأشكر أيضا الشعب العراقي من كل المحافظات والمكونات اللي وقف ويا البصرة وأهلها ودعمهم بكل أنواع الدعم، وأنطى صورة إيجابية عن كل المناطق بالعراق. وأيضا وهاي أهم شيء، أريد أشكر السبب الحقيقي والوحيد لنجاح هذا الحدث الرياضي المهم، الميليشيات المسلحة وكل وسائل إعلامها في العراق. حقيقة والله مدى الشاقة أريد أشكر الميليشيات المسلحة، كل كتيبة وعصابة وفرقة موت وسواق ماطورات اللي يفترون يقتلون بالناس، وسواق السيارات السود اللي يخطفون، والمزارع اللي بيها غرف تعذيب، وهذول اللي كل ما تصير حفلة يجون يسوون صلاة بالركن، وكل ما يشوفون وحدة تعزف موسيقى يتخبلون ويصيحون يقلبون الدنيا وينغصون علينا الأجواء. أشكرهم لأن ما تدخلوا، أشكرهم لأن تكتروا وما سووا شيء، لزموا لساناتهم وأسلحتهم وسياراتهم بالأسبوعين الفاتن، وما اجى طرف ثالث يريد يخرب الاجواء مثل دائما سبحان الله. وهو هذا اللي صار لنا سنين نصيح وندق عليه، نقول يا عالم يا كوكب الارض، العراقيين بدون الميليشيات المسلحه ووسائل اعلامها شعب يخبل، والميليشيات وافعالها ما تمثل العراقيين. لهذا الناس فرحت وتونست وشفنا هاي المناظر اللي تفتح القلب لان ماكو ميليشيات. ايها العراق، اراك سالما منعما وغانما مكرما، لا شيء يشبه العراق في امله، في فرحه، في حبه للحياة، ولا شيء
يشبه الحياة في العراق. فرحانين بيكم يا حبيبي. حلوة العراق، حلوة 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 العراق، حلوة العراق بأجوائها بشعبها بجمهورها. شكر خاص لأهل البصرة على كرمهم وأخلاقهم وحسن الاستقبال، بيض الله وجيهكم. انا صار لي يومين في البصره، من مباراه افتتاحيه ومباراه الكويت. اقسم بالله الكرم والشجاعه والطيب والمرجله. شاي ما بك تروح عزمني على الشاي. انا ما شاي، لا شنو شاي؟ اعزمك الليله بالبيت. يلا حبيبي يلا اقطع وين ابو 40 سنه ما شايفين خليجي لا جايبين اماراتي لا شيء من هاي، واقول لك تعال عندنا تقول لي ما اروح. ليش؟ والله يا شباب بروح. اعمل وعدكم شو ما انزين ما عليك خلاص ان شاء الله. فشكرا للميليشيات. عين العراقيين هسه خلصتوا، تونستوا، رقصتوا، سووا لكم اغاني تمشيكم 26 سنه اللي قدام. يلا 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 بيتك يلا يلا يلا. صار لكم اسبوعين خابصين الدنيا خبص، يلا كل ما يرجع بيته يلا طف الضوء بالبصره وخلي اهلها ينامون في الاسبوع لحد يقعدهم بعد. يلا كافي. شنو اخبار جوعانين شنو؟ المهم اليوم احب ايضا اقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبه راس السنه. هواي حكيت اليوم هنيت والسؤال براس السنه، لانه اليوم هو اول يوم براس السنه الجديده. اليوم هو يوم الجمعه. والله معلومه، اليوم هو يوم الجمعه وهو راس السنه الصينيه الجديده. فحبايبي الصينيين احب اقول لكم جودا جا سنين كوايلو علي تواي. هاي بالصيني والله قلت ينعاد عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. عدا علي. الصينيين يسمون السنين باسماء الحيوانات، لذلك هاي السنه هي سنه الارنب بحسب التقويم الصيني. فاحنا دخلنا هسه في سنه الارنب. استونا قلنا يا الله خير وين رايحه؟ Oh, I'm just popping out to change the ship's battery. اوكي تمام. بس لا تنسين السيفتي عود اربطي. اوكي. اوكي تمام. دير بالك ها؟ دير بالك. اوكي. سد الباب وراش لا يطلع علينا غبار كوني. اوكي. سد الباب ما نختنق. وين كنت؟ الابراج الصينيه. سنه صينيه فابراج صينيه. الابراج الصينيه ما ترتبط بالاشهر مثل الابراج العاديه، لا ترتبط بالسنين. يعني مثلا بالابراج العاديه برج فالح الفياض الدلو يعني السطل، بينما الابراج الصينيه فالح الفياض قرد. انا ما اغلط عليه والله، فعلا والله اكو برج اسمه برج القرد وهو من مواليد هذا البرج، واني فار برجي هو الفار، عادي يعني برج القرد ترى به هوايه شخصيات مهمه. مشعان الجمهوري قرد، ابو مازن قرد، حنان قرد. اليوم هوايه راح نعرف هوايه من القرود الشخصيات المهمه وابراجها. فنرجع لسنه الارنب. من اهم صفات عام الارنب هي الارنبه او التارنب، وهي عمليه تصير بين طرفين من البشر، واحد منهم يغذي الاخر بالجزر على امل تحويله بالنهايه الى ارنب طويل الاذن، زغب الذيل، احمر العينين، ويسمع كلام. وبصفتي باحث في شؤون التأرنب بالبلد، اريد اسوي لي جوله على اساليب التأرنب المتبعه من قبل صناع الارانب، وخصوصا في هذا العام اللي هو عام الارنب، باعتبار بعدنا يا الله. برنامجنا يحتوي على الكوميديا والشقة والضحك والمفاجآت، وعندنا جوائز مالية وعندنا هدايا كثيرة. طبعا احنا برنامجنا برسالة اجتماعية، رسالتنا بالبرنامج هي توعية العالم. بعد ما دورنا هواية لقينا هاي العائلة قاعدة هنا، خلونا ندس طيبة عليهم حتى نشوف ردة فعلهم من يعيشون تجربة الابتزاز الإلكتروني. مرحبا، هاي شنو؟ جايب بنتك وياك؟ اوه واو رسائل اجتماعية وجوائز مالية وهدايا كثيرة وضحك وشقة ومفاجآت وابتزاز الكتروني. ما توزعون سلف مال مبادرة؟ تراب مال بزازين؟ كلها ببرنامج واحد؟ مستحيل الرياليتي شو الثقافي الممتع هذا البرنامج. مرحبا، هاي شنو؟ جايب بنتك وياك؟ من انتي؟ شانك؟ شو اخبارك؟ ها؟ تعال شقو، شنو لزمتي ايده؟ من انتي؟ حبيبتي انا. يا حبيبته خلاص. بنتك؟ لا حبيبتي مو بنته. لا خطيبته. شنو؟ انت مصرية؟ لا والله مو مصرية، عراقية. فوق ما اشوف الشغل اشتريت. ها؟ تعال قل لي منين تعرفها؟ شنو؟ لا يموت
حط بيدك. دقيقة دقيقة دقيقة. دقيقة دقيقة دقيقة. ومثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين، ردة فعل العائلة أبدا غير متوقعة. السلام عليكم حبيبي. مقلب هذا مقلب. طولي مجال شباب. شفت انا بمقلب؟ ما توقعت انا. انت شنو زوجته خطيبتك؟ دخلت انا ما اعرف خطيبتك والله. لحظه لا انا دخلت شو المقلب؟ الكبل واحد مسوي مقلب بالاخ، لو هاي مسوي مقلب بيهم، لو ذول الاثنين الجو من ورا، لو توني، لو هذا المقلب على من بالضبط؟ اشو كلكم تعرفون بيه مقلب، والمشاهدين يعرفون بيه مقلب، والحيوانات اللي بالزوراء تعرف بيه مقلب، والاداء مال الممقلبين واضح، والله واضح، خاف ما حد مصارحكم، والله واضح ممثلين. هذا المقلب بالمشاهدين مو للمشاهدين. شنو الرسائل التوعويه؟ انت لاحظ الكبرات للزوراء اللي هم طافرين الها باعتبارها اخر الحلول، ورا ما صاحبك يدق بيك الناقصه بمفتاح الشقه، وتكون قاعد انت والحبيبه وتسولف لكم سالفتين، يجي توني يقرر يسوي رسائل توعويه براسك القامز. مو كوميديا هاي، توني مو كوميديا. الكوميديا وين؟ رعد وزينب وقعوا بالمقلب الأول، وشفنا ردة فعل زينب شلون كانت قوية، لكن ما يعرفون توني ايش ضام لهم بالهدايا. خلونا نشوف ايش راح يصير وياهم. العودة من جديد مع زينب ورعد، وشفنا كمية الحب. زينب ايش قد تحب رعد وتعاركت ويا طيبة وضربت طيبة على مود رعد. دقيقة، هذا رعد بعد يفكر بالزواج، خاطب بعد ليه هسه، يعني بعد ما مقرر انه راح يتزوج، خاطب زينب اللي هي عمرها 21 سنة. التجربة الاجتماعية الوحيدة هي انك كمشاهد تصبر على اللي شفته وتبلع لسانك. دا استوعب دقيقة لحظة التأرنب اللي صارت بينا بقى. اكو انسبشن بالموضوع، لوب دخلنا بيه. هو مقلب، بعدين سووا مقلب بالمقلب، خرب دماغك توني، ينطيك 4 مقالب بحلقة واحدة. كل عائلة تاكلها مقلبين، وانت المشاهد تاكل لك 14 مقلب بنهاية الحلقة، ويصير عندك جالي وطفل. والله توني يعني نشكرك على هاي الرسائل الاجتماعية الهادة والفكاهة والعوائل المحافظة، ونشكرك لأن غيرت جو للأسر المحافظة اللي تأتمر بأمرة القائد العام للقوات شو يسمونه هذا. فعلا العائلة بحاجة إلى هكذا نوع من الفكاهة. رعودي حبيبي إن شاء الله خطبتكم سرعوها وتزوجوا. احنا ما ندري بكم انتم ممثلين. عملية الأرنبة ممكن يمارسها 2 متزوجين تحت سقف واحد أيضا، بس باكيتاتهم مو فارغة مثل رعد وزينب. أعلنت هيئة نزاهة الاتحادية ترسرداد 4 مليارات دينار من أحد المتهمين بسرقة أموال الأمانات الضريبية. رئيس الهيئة حيدر حنون قال في مؤتمر صحفي أن المبلغ المسترد هو جزء من أصل 17 مليار دينار. تم ذكر الاسم في أخبار لاحقة. عائلة اتهم هيثم الجبوري سلموا 4 مليار دينار من مجموع 17 مليار دينار. اليوم الحديث أيضا عن إطلاق سراح مشروط وبكفالة للنائب السابق ومستشار رئيس الوزراء السابق الدكتور هيثم الجبوري. شوف توني حبيبي، تعلم هاي المقالب هيك تصير. يعني انت تريد تسوي مقلب للعراقيين، اجى ارنب، يعني هو برج الارنب، ما له علاقه، هيثم الجبوري وهو برج الارنب. اجى الارنب هيثم الجبوري والحكومه سووا مقلب بالعراق كله، وهم برسائل توعويه ترى، يعني 15 مليار دينار اعتقلوه، طب السجن، انطاهم 4 وطلع كفاله. قدموا رساله للمجتمع هادفه توعويه وكوميديه وترفيهيه. هي هاي النهايات الصادمه يا حبيبي، تكمش المشاهد وتخليه يراجع نفسه، حتى مو بس مبادئ او معتقداته. غصون سوي لي والله سيرش بعد على حالات التأرنب. برنامج الحكومي من قبل السيد رئيس الوزراء كانت أولى أولوياته هي الاهتمام بالشرائح المحرومة والفقيرة في المجتمع العراقي. اليوم هو اليوم الثاني لحملة أبشر يا الفقير، نوصلكم لبيوتكم، نخدمكم في أبواب بيوتكم، وهي الحملة التي تنطلق انسجاما مع المنهاج الحكومي والمنهاج الوزاري. أبشر يا الفقير، أبشر، راح يوصل أحمد الأسدي لبيوتكم، فأنا أقول أطفر يا الفقير. يجوك كتائب جند الإمام، أنت جوعان يا الفقير؟ خواتك جوعانات؟ جايك للبيت يصير خير. بس مع ذلك تبقى هاي حملة وفاء من وزراء الإطار للفقير، وإحنا لازم نشد على أيديهم. وأكيد طبعا وزير العمل أحمد الأسدي هو الرجل الأنسب لهاي المهمة باعتباره برج الكلب، والكلب معروف بالوفاء.
ما يحتاج يعني اذكركم، هاي مو مسبه وانما هو برجه بالصيني الكلب، يعني مواليده تطلع برج الكلب. صح احمد السطل بالبرج العادي هو سطل، يعني مثل فالح السطل يعني دلو، مواليدهم نفس اليوم والشهر سبحان الله، بس يعني احتمال يسوون زيتوي وجماعي كل سنه، بس هو بالصيني يختلفون، فالح قرد واحمد الاسدي كلب، كان ملح. فانا اقول اطلقوا حمله سانده لهاي، سموها مثلا حمله تأرنب يا الفقير، يعني اللي صار بهاي الحمله السيد الوزير سوى مسح للفقراء فقط، يعني راح على الفقير دق الباب عليه، قعد بالهول، هلا فقير، هلا خوش انت فقير؟ قاعد ابشر يا الفقير، انا باير راح اروح لاستراليا. فانا راح اظل منه الى بعدين متابع لهاي الحمله، واريد اشوف احمد الاسد ايش راح يسوي للفقير. القصون ابشر يا البشير. اقبل والله حبيت حلوه. طقيني بجزرايه الاخ. أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري إطلاق خدمة الإنترنت المدعومة اعتبارا من الأول من شباط المقبل. وقالت الياسري خلال مؤتمر صحفي أن الاشتراك المدعوم بسعر 15,000 دينار وبحجم 100 جيجا بايت إضافة إلى 10 جيجا بايت مجانية لكل عائلة. اليوم وزارة الاتصالات تقدم للناس خدمة جديدة نسميها الاشتراك المدعوم. هذه الخدمة هي لمعالجة غلاء أسعار الإنترنت وسوء الخدمة المقدمة للمواطنين. وبما أن وزارة الاتصالات فشلت بحصر المواقع الإباحية بيد الدولة، فراح تحصر الساعات بيد الدولة، بحيث الشاب من يروح يشوف فيلم خلاعي الممثلة ينشلع قلبها والفيلم بعد ما خلصان، وانت ينشلع عندك غير شيء. ولا من حجبه والمواقع ارتاحينا، ولا من انطونا ساعات ارتاحينا. فهنا راح تتحول إلى أرنب ما تعرف شو تسوي، شايل ذيلك وتفتر بيه. يعني كول اوف ديوتي 300 جيجا اذا تبدي تنزلها بعطله نص السنه، يكمل التنزيل عندك ويا بدايه امتحانات نهايه السنه. تكمل امتحانات تجي تريد تلعب يجيك تحديث تنزله ما يخلص غير ورا امتحانات الدور الثاني، تجي تريد تلعب يوزعون النتائج ترسب وابوك كسر بلي على راسك. استلم الجزرايه اللخبه من وزاره الاتصالات ووزيرتها هيام الياسري من مواليد برج الطلي، هي طبعا خروف بس عندنا عاميه يعني. ف10 جيجا مجانا، شو تريد بعد؟ شبعت له بعد؟ اذا ما شبعت تدفع 15,000 وتاخذ 100 جيجا بالشهر. فهنا ايش راح تسوي؟ تعوف الزيتويو وتستفاد من هاي ال10 جيجات، تقدم بهن على تعيين من النافذه الالكترونيه على مود يحسبوا لك رواتب. أرقام أكبر من 20 تريليون دينار كزيادة على موازنة 2023 لرواتب الموظفين يكشفها مختصون اقتصاديون، بما يصل إلى أكثر من 100 تريليون دينار. الموازنة ستشكل بعجز 25%. اليوم نتكلم عن موازنة ارتفعت فقرة الرواتب من 41 تريليون إلى 62 تريليون. الميزانية كانت 41 إلى 42 مليار رواتب، هسه صارت 60 مليار. استاذ انت كلش متفائل. 60 تريليون حبيبي. يقول 60 مليار. 60 تريليون ابويا. فحتى تسكت الخريج وما تخليه يحرق تاير بالشارع شو تسوي؟ اشغل القطاع الخاص. لا. افتح المصانع. لا. انطيهم اراضي زراعيه يديروها ويستثمروها. لا. انطيهم جزر. بالضبط. تجيبه تعينه تنطيه رواتب 500,000، ورا يوم الدولار يصعد وال500,000 تصير 3 اوراق، ورا سنه على هالوضعيه يصير راتبك شده جزر وياها باقه كرات هديه. وبهالحاله تأرنبت الخريج، والخريج مكيف لان صار موظف حكومي. والحمد لله. زين هذا الاطار ايج اللي عايشين به احنا، ايش راح يطلع منه بعد ارنبه بعد؟ يعني انا مره حكيتها في اكثر من مكان، قلت يعني تقريبا أن المتكلم صار حمام قياسا إلى شخصيات أخرى كان يفترض أن تكون الحمام، صار الصقور وأنا صرت حمام. الله، أنا الشاعر والكاتب أشعل المقاومة، صديق الحمام والمشعشل، أعرف صوت الفختاية وزقزقة الفسيفس. أنا الطاير، مو قلت لك لا تظل تطير، مو زين عليك أم عيونك مبينات يا أبويا. بطاسة ماي صدت الطير شي عطشان، خربت الكرم لو ضارب حجاره. بهذا اللقاء قيس يعني بصراحه بهذا اللقاء التجريد كلش مستمتع متونس، يعني هنا كلش كانت. خلي نشوف الحمامه بالله وين حطت. الى الان
متظاهري تشرين بغض النظر عن رؤيتنا السياسية للأحداث التي حصلت، لكن أنا قلتها في وقتها أن الجزء الأكبر منهم أصحاب مطالب محقة. إلى الآن جرحى التظاهرات مرمين في الشوارع، يعني لم تقدم الخدمة لمن جاءت هذه الحكومة على أكتافهم. لا تشرينين كفار ولا الصدريين خونة. اوه لك فدوة. شوف الحمامة لما تضرق، لما تطير لك عيني، شنو هالريش هذا؟ شنو هالزغب؟ خطية العصائب تشرين كانوا بالمطعم التركي يطبخون تمن الجزر للمتظاهرين. يابا شنو هاي؟ ورا ما يوكلوهم يجي هذا العامل يطلع حقهم بحلاوة جزر، باعتباره بسرعة يجيب الاوردر لانه حصان. ما يحتاج اشرح لكم بعد، افتهمتوا سالفة الابراج الصينية. هذا العامري برج حصان، هذا العامري يعني ما يراد له بعد، خلاص تمام. وراها يطلع حقهم ابو فدك بكلينس مرطب نكهة الجزر، وبعدين ياخذوهم لرحلة الى مزرعة اكرم الكعبي مال جزر بالتاجي، بحيث المتظاهرين نظرهم 6 على 6، هالقد ما ضربوهم بالجزر. شو الارنبة هاي التي اعلنت عنها قبل قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجاءت بشرى من قبل معالي الوزير. كل الأمنيات لكل طلبتنا الأعزاء بهذا الخبر السعيد اللي معدلاتهم 79.5 أصبحوا الآن هم تحت إشراف المجموعة الطبية ومقبولين في المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية. اوه واو، شكرا بلبل العصائب. سيادة الوزير يعني لحظة شو ابو معدل 80 اصلا قام يدخل طب؟ يعني اتذكر كانت 97.5. بلبل العصائب يعني. علاوي مبروك حبيبي، انت راح تصير طبيب. لو معدلك 80 خلص روح طبي، بس قبلها لازم تشوف مسلسل فيروس لان صوره في جامعة التراث. سيدي بس انا معدلي 79. لا من اوقف على وياك على درجة ونص درجة. مبروك عليك حبيبي، 79.5، هاي نص درجة لك من عندي ومبروك عليك. يلا سيدي بس دقيقة، مو انا ادبي. وشنو يعني؟ شنو الادب ما ينقبلون طب؟ ها؟ واحد؟ شو ناقصهم؟ والله مدارس الرياضيات، وش عليها الرياضيات بالبواسير؟ يلا جاوبني، يلا جابها. شنو الدخل؟ الادبي هم مشمول. يلا هم خلي الشعب شبيده، خلي الشعب ناس تداوب ناس. هذا هو. بعد شنو تريدون ناسنا وجمهورنا؟ تدللوا. فهمنا للمقاومة هي أنها أحيانا تكون سياسية، أحيانا تكون عسكرية، أحيانا تكون اجتماعية من خلال مواساة الطبقات الهشة وناسنا وجمهورنا. الآن وضعنا اختلف نحن في الوضع السياسي، ونتبنى نهج المقاومة في الساحة السياسية. أنا الكاتم حسين نمونة، أعرف صوت الرصاص وسكليتر الدراجات وسحب أقسام البومبكشن. اكو غيمة سلام مطرت على العراق، ما شاء الله، صلوات على محمد. حبيبي الوضع السياسي ما اختلف، انتوا اختلفتوا عن الناس. نمونا يقول المقاومة مرة تكون سياسية ومرة عسكرية ومرة اجتماعية. هسه اجى وقت المقاومة الاجتماعية اللي هي شنو هاي؟ يقاومون بمهرجان الالوان وبالطائرات الورقية. فهسه هو نهجوا هم نهجوا المقاومة نهج. ليش؟ فدوى الطبقات الفقيرة والهشة، وابشر يا الفقير. اليوم معركة أخرى. البارحة كانت معركة مع الإرهاب، ما يعبر عنها المواجهة العسكرية. مواجهة أخرى لا تقل أهمية ولا تقل خطورة عن المرحلة السابقة، وهي ما يعبر عنها بالحرب الناعمة. الموضوع الثاني كذلك في موضوع جهاد التبيين. عندنا معركة أخرى. ما دام السلطة بيدنا فلا حاجة إلى أن نضرب الأمريكان. نحن لدينا القوة السياسية وكذلك الشعبية والبرلمان بأيدينا، ولذلك لا حاجة إلى أن نطلق صواريخ، فهي صواريخ بحد ذاتها. الله، صارت معركة ناعمة. يعني هسه هم والأمريكان يحتكون بنعومة واحد ويا لا هيك يجيبه هيك ويحكه حك، وبعدين بتصير بيناتهم بالمخاديد. وهكذا تنتهي لعبة المقاولة. جزراية هالكبرها مرتبة حلوة، خلاص بعد بح، خلاص بعد ماكو طباب واحتلال، خلاص اللي يفك حلقة بس سوالف. يعني خلاص معركة ناعمة عندكم، قضونا بالله فت 50 سنة بهاي المعركة الناعمة، خلينا نخلص. كافي عاد خلصتوهن.
كلمة واحدة عندي لكم، كلمة واحدة، طيط. بتاريخ 14 مليار و806 مليون و713,416 سنة كونية، المصادف 20/1/2023 بتوقيت الأرض، بدأ كابتن أحمد بتسجيل الأحداث المفصلية في تاريخ العراق المعاصر. ها؟ لا لحظة، يعني شنو؟ ما فهمت. أنا جيت هنا دا أصفن شوية وأشرب الشاي، أنا أحب أصفن بالظلمة وأفرفر على الكرسي. أعتذر، هذه الغرفة الخاصة بأرشفة الأحداث المهمة، ومن ثم تحفظ في صندوق أسود، وفي حال تم العثور عليه في المستقبل سيتم التعرف على مسببات الأحداث التي حصلت. يعني مثل الطيارات. أوكي. بلشنا؟ احنا مبلشين. هلا أجيال. ما أعرف شنو أقول لكم، بس احنا بال 2023 هواية صارت عندنا أشياء مو زينة، بس ما لكم علاقة بيها، أنتم واصلكم الصافي. راح أبدي أسجل يوميات هنا بهذا المكان أتخصص به بذكر الأموال المشتبه بفهقها من قبل فاسدين بالعراق، حتى من تنتهي قيمة النفط ويصير حاله حال الفحم اليوم يقعدون يفهمون وين راحت ال 1400 مليار دولار اللي انصرفن بالعراق. أنت عندك هارد يكفي؟ لدي ما يكفي. حلو. حلو. وبما أنه جبناها على الصناديق، فخلي أستفتح صندوق الأسود اليوم بصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية. هذا الصندوق سووه بال 2015 حتى ينسق بين المنظمات الدولية والوزارات العراقية على مود عمليات إعادة الإعمار السريعة، وينفذ عمليات إعادة الإعمار المتوسطة والطويلة. وين؟ بالمناطق اللي تحررت من داعش. الفلوس اللي دخلت بالصندوق من 2015 إلى 2021 هي انصرف تريليون و197 مليار. زاها أكد أن مبالغ المنح الداخلة في ذمة صندوق الإعمار بلغت أكثر من 558 مليون دولار، تريليون و197 مليار، إلى جانب 24 مليون يورو، فيما بلغ مجموع القروض 750 مليون دولار. وسجلها يمك، تريليون و197 مليار، هاي بس بال 2019. الطامة الكبرى أن إدارة الصندوق لم تفصح عن المبالغ المخصصة أو الواردة للصندوق ونسبة كل محافظة منها. تريليون و197 مليار. بعد شغال؟ اوكي. المعلومات اللي عندي من خلال ارقام بالموازنات تقول ان المبالغ الطابة بالصندوق هي اكثر من 1000 مليار دينار عراقي من الحكومة العراقية، و6 مليار دولار منح وقروض من دول ومؤسسات حكومية وغير حكومية. ويقولون اكو منح وقروض جاية من الدول اللي شاركت بمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، هاي ما نعرف ايش قد. فأول قاعدة لمعرفة الأشياء أن تعرف يا عزيزي اللي راح يلقى هذا الصندوق الأسود، صندوق الإعمار علما تابعة إدارته. علما الصندوق علما مملوك. هسه تعرف انت علما ما أعرف، الناس ما تعرف. روح اسأل وشوف. يدقولها هسه دخل اقولها. رئيس الصندوق محمد العاني وقيس، تمام؟ نعم. هسه محمد العاني علما. اي تسأل عنها انت. لا انا سيد موسى علما. دعوفها ما هسه انتم تقولوها وحتى الناس هم تعرف، يخلوا الناس هم تعرف. انا قاعد تابع للسياده. تابع للسياده ولا لا؟ السياده شنو بعد شنو؟ ليش نكذب على الناس؟ ايش المشكله؟ خلاص مو بس هذه، اسمح لي خلي بس جمله واحده اقولها. ترى محمد العاني متورط بصفقه السجاير اللي متورط بها كان السيد الحلبوسي وهيثم الجبوري. محمد العاني مشمول بعفو عام عن جريمه فساد خطيره ومبالغ طائله، متهم بسرقتها. هذا الشخص يجون يخلونه رئيس صندوق المناطق المتضررة من الأعمال الإرهابية. محمد العاني دوروا بالارشيف اذا اكو جوجل باقي بذاك الوقت تلقون اسمه، واللي يدور عليه اكثر راح يكتشف انه هذا عليه اكثر من 76 ملف فساد بحسب النائب السابق حامد الموسوي. ووقف القضاء لما كان وكيل وزير الصناعه ودفع 750 مليون دينار وطلع بالعفو، وراها صار وزير التجاره من طرف الحلبوسي، وبعدين رئيس صندوق اعمار المناطق المحرره هم من طرف الحلبوسي. السؤال راح يجي ببالك يلي تشوف هذا الصندوق بالمستقبل بخير وسلامه وانا صاير تراب، هو هذا صندوق الاعمار بيه فساد؟ دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى بيان فقدان أو إلى فقدان سجل التوحيد الخاص
بالصندوق للأعوام 2015 وصولا إلى 2017، وقيام الصندوق بتنظيم سجل جديد يخلو من تواقيع الموظفين والمدققين السابقين، فضلا عن حصول العديد من حالات الشطب في السجلات ووجود أوراق فارغة في بعضها. هذا السجل تعرفين السجل ينفقد، يعني شنو؟ يعني جريمة، يعني جريمة خاصة تتعلق بأموال، هاي اختلاس ضمن المادة 315 من قانون العقوبات العراقي، هاي عليها عقوبة. ماسك السجل ورئيسه الأعلى ومدير الشعبة ومديره إلى توصل إلى الحزب اللي سمعت أني هسه من هو الحزب اللي هو متبني موضوع المناطق المحررة. هيئة النزاهة راصدته تقول أكو هدر بالمال العام 750 مليون دولار، المسؤول عنه كاظم الجحيشي استلم سنة 2000. مو أكو من استلمهن؟ انطيني من استلمهن، غير أكو جهة استلمت مثلا. وبحسب تقارير ديوان الرقابة المالية، فسجل لي هذا الرقم راح أقول لك عليه هسه، وبعدين روح شيكها بديوان الرقابه الماليه اذا موجود بقى انترنت لحد الان، ما ادري اذا عندكم انترنت او لا. كلها موجوده بتقارير من ديوان الرقابه. 28 مشروع من مشاريع قرض البنك الدولي في وزاره الكهرباء، قيمه هذه المشاريع 68 مليون و500 الف دولار، زائد 400 الف دولار ضرائب المفروض الشركات المتعاقده هي تدفعها، بس لانه الصندوق فاتح مضيف فهو يدفعها من جيب البنك الدولي. المحولات الكهربائيه المجهزه من قبل وزاره الصناعه والمعادن، قيمة العقد 700 مليون دينار عراقي. هاي المحولات اللي كنتوا تشوفوهن بوقت الانتخابات وينزل المرشح هو هذا كلش خوش آدمي، هي نفسها. عام 2016 منح البنك الدولي 350 مليون دولار لصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة كقرض، طارت من عندها 875 ألف دولار، تقريبا مليون دولار شيلة واحدة بصفة رسوم، وهذا القرض ما تنوخذ عليه رسوم أصلا نهائيا من الأساس. هذا القرض مضرطة فلوسه عيني عينك، وراحت العقود مثل تجهيز كرينات وسيارات حوضية وشاحنات وحاويات ماء الزبل ب 12 مليون دولار. صندوق الإعمار من يشتري كرينات بملايين الدولارات يخصص أكثر من 70 ألف دولار لأشخاص يروحون يتدربون على السياقة بدول أوروبية مثل إسبانيا أو إيطاليا. هو معينهم سواق للكرينات ويدفع لهم رواتب كسواق للكرينات والحوضيات، بعدين يدزهم دورات ب70 ألف دولار حتى يتعلمون يسوقون حوضيات وكرينات. ومن يشتري مركبات بمبالغ خيالية ما يشتريها جديدة خارج الموديل، مثل ما صار بعقد شراء السيارات الحوضية لمحافظة ديالى وصلاح الدين. العقد توقع بسنة 2016 وجابوا سيارات موديل 2015. 5 مليون دولار على هدم وإعادة بناء جزئي ل6 مدارس بالفلوجة، وأيضا 18 مشروع ماء ومجاري بالأنبار وصلاح الدين وديالى قيمتها 9 مليون دولار. إعادة تأهيل القنطرة الصندوقية السداسية على طريق بغداد وادي القصب بمبلغ 800 مليون دينار عراقي، وناظم قاطع 8 كيلومتر وصدر أبو غريب بمبلغ 800 مليون دينار عراقي. بهذا المبلغ أعيد تأهيل كل الصدورة بالعراق مو بس صدر أبو غريب. سنة 2021 بلغ عدد مشاريع صندوق الإعمار 288 مشروع، 244 منهن بالأنبار بكلفة 307 مليار دينار عراقي، و40 مشروع بمحافظة نينوى بكلفة 88 مليار و700 مليون دينار عراقي. الإجمالي الكلي لمبالغ هذه المشاريع الممولة من الميزانية العامة الاتحادية لسنة 2021 طلع 395 مليار و856 مليون دينار عراقي. راح تقول لي ايه وشنو يعني نصرف هذا المبلغ من الموازنة لإعمار المناطق المحررة عادي، شنو المشكلة؟ أقول لك حبيبي لازم تعرف إنه 146 مليار دينار عراقي فقط من أصل 395 مليار انصرفت على تنفيذ عقود هذه المشاريع، بينما بعدنا قاعد ندور على المبلغ الباقي اللي هو 249 مليار و856 مليون دينار عراقي. شوف بيها 56 سبحان الله. فبالنهاية أحب أوجه تحية لي صدام الحلبوسي، سنان الجميلي، محمد نوري، جاسم العسل. هيك بس تحية يعني حتى يخافهم عايشين بعدهم من ذاك الوقت ويشوفون هذا الفيديو وخوش ولدهم. غصون انتهى التسجيل. اهلا بكم مرة اخرى. ذاك الاسبوع اني شكو يا ستار شكو. رسالة طارئة وردت على البريد الخاص بمكتب الرئيس تحتوي على عنف لفظي يرجى توخي الحذر. بابا انا ماكو شيء يخوفني، شغليها. احمد البشير، انا الكاتب والشاعر ابراهيم الشبالي.
أنت يا أحمد البشير لا تعرف لغة الضوء، ولا تعرف صوت الفراشات، ولا تعرف حكاية الأنهار. الآن من شط العرب هذا المكان الجميل يفتقدك هذا المكان يا أحمد البشير. تعال وصور هنا في البصرة. البصرة اليوم تحتفل بكل أبناء الخليج العربي. سنلتقي قريبا يا أحمد البشير، يجب أن نلتقي قريبا وأحدثك عن الجنون والهوس والعبثية والهيام. محبات كبيرة لك لا تنتهي. اول شيء لا تجيب طار الامهات، عيب. ثاني شيء ايها الكاتب والشاعر ابراهيم الشبالي، فعلا انا لا اجيد التحدث مع القلوبات، ولا اجيد التحدث ايضا مع السواجي والبزوله، لكنني اجيد لغه اللون الاحمر اللابسه ايش دعوه هيجي طوخ. شنو الرساله الدمويه اللي توصل لي اياها؟ تهددني ابراهيم؟ تهددني بقمصلتك؟ افا عليك، افا عليك، افا. بعدين شنو سالفه تعال للبصره؟ انا اذا نزلت على العراق راح اشوف لغه الضوء ولغه الانهار واسمع صوت انين الفراشات. ما اعتقد راح نلتقي قريبا يا صديقي المرهف. يا وجعي يا وجعي، يا ألم النوارس وريحة النرجس. وداعا أيها الكاتب إبراهيم الشبالي، وداعا. روح لا تلح، روح ذاك الأسبوع أنا تآركت ويا اثنين وبعدني ما مرتاح، أحس نفسي ما اكتفيت من العركات وهم أريد أتعارك، بس أريد راس كبير. أنت واحد ناطح وياه كلات دك شلاليق، مو واحد أجيبه أدمغ عليه كل شيء ما يسوي، أريد تفاعل. الحلبوسي. لا غيره. محمد الحلبوسي. مو قلت لك غيره، لا تلزق غيره. شلزق انت تريد واحد تعارك وياه، جبت لك واحد تعارك وياه. انت ليش تلح؟ هذا صاير قوي يأذينا عمي، لا تورطنا والله يأذينا. بدك تخاف من الحلبوسي؟ با خل اشوفك، خل اشوفك شلون قوي. با صح انا قبل كنت اسميه الجود بوي واقول الرجال مودع وما باقي له شيء كلها ايام، بس انت سمعت العركه اللي صارت ويا سالم مطر ببيت خميس الخنجر قبل كم يوم؟ عركه؟ لا عزيز شنو؟ شو منين لك حب؟ انا وغصون سوينا غرفه زجاجيه بيدي. اترك الموضوع، كمل. اوكي شوف حبيبي، ضم لي عيني. فصارت مشاده كلاميه وفقا لروايه مشعان الجبوري على تويتر اللي يقول بيها الحلبوسي قال السالم مطر انت اللي طلعت عين ابو زيدون وخليت عنده علاقات ببغداد وهو كان ما يتعدى سيطره الصقور. ابو زيدون محافظ الانبار اللي كان من جماعه الحلبوسي وبعدين طلع من عنده وسكوا عليه مشاكل بالانبار وتشوف المؤتمرات العشائريه يوميا. فرد عليه سالم مطر وقال له ابو زيدون رجال محافظ ومحترم ويعرف شغله. فرد عليه الحلبوسي بعصبيه ابو زيدون انعجه ابن انعجه وانت تلعب باعداداتي بالانبار. هذا كله دا انقل كلام انا ما لي علاقه. فجاوب سالم مطر عيب هذا الحكي. فرد عليه الحلبوسي احترم نفسك لا اكسر ظهرك. سالم ما سكت، قال له الحلبوسي اليوم احط القطه بحلقك وانا على اللي ما ادبك يا كلب. شنو قال سالم الحلبوسي؟ سالم مطر قال للحلبوسي قال له اليوم احط القطه بحلقك وانا على اللي ما ادبك يا كلب. مستحيل. شنو قال له بالضبط؟ قال له اليوم احط القطه بحلقك وانا على ما يأدبك يا كلب. لا تلحاد كافي وضحني. فخلي اكمل التفاصيل. فشال الحلبوسي النفاضه وضرب سالم، بينما نزع سالم قندرته يريد يضرب الحلبوسي، وهذا كل الكلام وفقا لروايه مشعان الجبوري ونزلها بتويتر. انا ما لي علاقه ولا شفت القناصر وين حطن ولا ما لي علاقه. والعركه الثانيه ويا النائب ليث الدليمي، تدري ايش صار؟ غصون شوفي لي علي ايش صار. فعلا هناك إشكال كبير حصل بين محمد الحلبوسي وليث الدليمي، ولكن قبل ذلك هل لك أن تعيد على أسماعنا ماذا قال النائب سالم مطر للحلبوسي؟ اوكي قال له اليوم احط القطه بحلقك وانا على ابوك لا اللي ما يأدبك يا كلب يا ابن الكلب. اوكي سمعتي؟ قه شوفينا العركه، يلا شوفينا العركه عاد. وأظهر كتاب صادر من دائرة الشؤون النيابية لمجلس النواب موافقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على استقالة النائب ليث الدليمي. الدليمي في تغريدة بين أنه تفاجأ من القرار التعسفي لمحمد الحلبوسي، داعيا تحالف السيادة والكتل النيابية الأخرى إلى اتخاذ موقف رادع لما أسماه بالدكتاتورية في هذا الملف.
عندنا هنا نائب لطيف كيوت حباب حزب تقدم مال حلبوسي، قاعد الصبح فتح الواتساب يريد يشوف شنو اوردر اليوم على شنو، يرفع ايده الولاء، طب لقى نفسه مستقيل وتمت ازالته من الجروب. يعني تصير هي ترى تصير، الواحد من ينام ممكن يعني يمشي بنومه، ومرات هو نايم يبول على روحه. واحلى شيء بالحلم الزحمه مرفوعه، ماكو مستحى وعيب. مثلا بالحلم تشوف نفسك بمحاضره بالكليه وبنيه تحابها قاعده لي قدام، والدكتور اللي يعطيك محاضره محمد تعميره ابو القهوه، فانت تبدي تتعارك ويا ريتشارد قلب الاسد لان طالع بالتلفزيون وهو يرد عليك، فجاه تدخل توم كروز ما محضر واجبه، لا انت تقرر طريق المائيه قدام الكل وعادي ما حد يمك، يعني كلها لابستك وتكملون مواضيعهم طبيعي، تفز من النوم عدفوا ما ادوا شيء، تلقى روحك مرتاح. هذا بالضبط اللي صار ويا ليث الدليمي، قاعد الصبح لقى روحه مقدم استقاله للمره الثانيه. للمره الثانيه؟ ليش الاولى شو وقت؟ وشلون ما يدري بيهن؟ لا باب شو، لان ابو ريكان ونعم منه تاج راسك بكيفه براحته، يخليك كنائب تستقيل ويرجعك وتستقيل ويرجعك شو وقت ما يعجبه. في الاستقاله السابقه اللي وسط علي امه لا اله الا الله نواب وشيوخ وغيره من اجل انه ما استمر في احاله الموضوع الى ملف قضائي سابقا. قدمنا في وقتها ورقه بيضاء وورقه استقاله. الورقه البيضاء فقط بها توقيع فقط بها توقيع. فقط بها التوقيع. قضيت على نفسك ورقه بيضاء؟ انت قدمتها بدون تاريخ؟ انا مقدمها بدون تاريخ، زور التاريخ ومشى بالموضوع. زور التاريخ، التاريخ ما كان في نفس الموعد. رئيس البرلمان والله زور التاريخ منذ الدورة السابقة، وسكتنا قلنا ما نفلش ربعنا، ما نريد نطلع قدام الناس اللي خاف تترتب ما بعد الاستقالة أمور. اجيت على نفسي وقبلنا أنه نصالح، وقالوا والزلمة سحب الاستقالة والزلمة، فأريد منك حتى يطمئن أنه أنت بطلت ما راح تدور وراء اشكره، والشكر خاص بي يا ابو عمي. شكرا يا رئيس، ما قصرت على انك بطلت عن طغيانك وظلمك. بالله لا تستغرب وتصير مواطن سويسري براسي. هاي الورقه هي ضمان لرئيس الكتله مثل الكمبياله، يعني حتى من يشتري النائب ما يكسر له كلمه ولا يطلع عن طوعه، يقول له بق النائب يقول له بق، يقول له بق النائب يقول له بق، يقول له طط النائب يقول له طط. وبعدين عيني ليلو شو كلش مستغربوا اوي شو يعني انت من انطيت ورقه بيضاء شو تريد يسوي لك؟ يرسم لك كوخ وشمس وغيمه وواحد يصيد سمك؟ اكيد اذا متجر عدل راح يرسم لك شمس ويوديك وراها. فعيني ليلو الاسكتلندي ما دام وقعت فبصراحه يعني شو تسوي؟ ملاحظه مهمه لهواة القانون العراقي، هذا اللي قاله الاخ ليث الدليمي بقصه تزوير التاريخ مال الاستقاله، يروح به الحلبوسي 15 سنه سجن وفق الماده 289 من قانون العقوبات الخاصه بتزوير المحررات الرسميه. يعني على سبيل الدعابه حكيتها لانه تدرون انا معلق ساخر على الاحداث. فاهم رد طلع من ليث الدليمي على هاي الاستقاله كان الرد الصادم الاتي. بالمناسبه ليث الدليمي لحد الان عضو بالكافتيريا، ما عنده اي لجنه لحد هاي اللحظه، انا مو بلجنه، فما يقدر يقول ليث زعل على مود لجنه. قالوا انت سالفتك سالفه عبوسي، حتى اذا هو غايب يسجونه مشاكس. حتى اذا هو غايب يسجونه مشاكس. شاكسها اي والله، شاكسها يا المشاكس. والله باو انا اول ما سمعت ابو يوسف صار رئيس مجلس النواب قلت شاكسها، راح يشاكسها مشاكس. باو اذا الحلبوسي اقالك من ورا خفه دمك ونكاتك المشاكسه فشاكسها، واني اؤيد هذا القرار. بعدين المشاكسه مو الك يابا جاي تعلي على ابو يوسف، هاي لو اني مو بس اقيلك احيلك للمساءله والعداله. بعدين المشاكس هي صفه للشخص اللي ما تقدر تسيطر عليه، لهلوب مو مقدم استقالته قبل المباشره يا لفنخ. اقول لك هو الحلبوسي بس موقع عليك ورقه بيضاء لو على غيرك همات. اليوم اكو مفرده تعيق كثير من نواب تحالف تقدم من ان يكون لديهم موقف، هي قضيه الاستقالات اللي ماخذها عليهم محمد الحلبوسي قبل الانتخابات. لحد الان اكو استقالات؟ اخذ استقالات من عندهم اللي صارت مال ليث الدليمي، اللي صارت بقتها مال ليث الدليمي. كل النواب هو ماخذ عليهم استقالات؟ كل النواب. هذا الحال مو اني، جميع اخواني النواب في تقدم قدموا نفس هذه الاستقاله. طبعا حيدر ملا لو فايز عن تقدم كان موقع على استقاله.
يعني على كلام عبوسي وحيدر الملا، اكرم العساف وشعلان الكريم وعادل المحلاوي وفهد مشعان ومحاسن حمدون ونورس محمود العيسى وازهار السدران وزيتون الدليمي ومزاحم الخياط وهيبه الحلبوسي ويحيى الشجلاوي والباقين من النواب كلهم موقعين على استقاله ورقه بيضاء. والله ونعم من ابو يوسف، كفو. ايش قلت لك؟ مو قلت لك عمي ما ينقدر عليه. نواب مو نائب واحد ما يقدرون يفكون حلقهم وياه. سيدي ممكن تقول لي بس سالم مطر شنو قال الحلبوسي؟ بس ذكرني ولا اكتبها يمي. صاير سمعك ثقيل والله التعلاوي. ما ادري وغير قال له اليوم احط القرن بحلقك وانا على ابو ما ادبك يا اوكي. بس والله كفو ونعم من ابو يوسف العلم، الزعيم الاوحد، القائد الاخو خيته. الحلبوسي يريد يستنسخ أول تجربة دكتاتورية في العراق ما بعد صدام حسين. لم يمر بتاريخ العراق دكتاتور أكثر مما نمر به محافظة الأنبار الآن. يا محمد الحلبوسي تستاهل أهديك أشعار. موضوع الزعامة زاد الموضوع الانفرادية تخلقه واستخدامه سياسة كم الأفواه. الحلبوسي استهان بالجميع، لم يحترم الجميع. قائد من البيضة بالهوسة كاظم غيظة. هو واقع حال فرض نفسه على الكل. مدير مكتبه يحكم البرلمان، موظف يحكم البرلمان، ما يحترم حتى النواب. ولا يستطيع عضو مجلس النواب للأسف بأن يتخذ قرار أو يصرح بتصريح خاص به. الحلبوسي أصبح متفردا بالسلطة هناك. محمد الحلبوسي لا شريك له، رجل لا يغلب على أمره. أخ الحلبوسي لا ينطق عن الهوى. الحلبوسي يستعبد الناس في الأنظار. قلت بس فترة وشفت الشباب تنخت، كانت مطر بس ربك من خاطبتهم صحت. نزار يعني انت كل ما يمر عليك الزمن كل ما اشعارك تصير تجود. ليش قلنا لك جبناك وصرت نزار ليش نزلت لمحمد اغنيه وشلتها؟ انا محتار. اشعارك غاليه لو نزلت الاسعار، لو ما دحلك مطعم باكه جا حصلت لك فرد منبار، وعدك ب40 ورقه والحبل على الجرار. ار والله احلى من مال نزار، والله العظيم هذا اللي طلع والله العظيم. صفقوا لي يلا احلى من مال نزار والله احلى. قصة قصيدة. نزار الفارس نزل أغنية تلطع عن الحلبوسي وبطولاته. الحلبوسي لطعه وما طال فلوس مال الأغنية، ونزار الفارس انتظر الحلبوسي يجاوب لأنه طلبه $4000 حق اللي تلطع، ولما أيس مسح الأغنية من صفحته ولطع عيده وجه قفه. بس على اليمن أول ما نزلت ورا 3 دقائق موجودة بالهارد مال السفينة. نزار أنت شو وقت تجر عدل؟ يعني شو أسوي لك بعد؟ أنا نفس هاي الأغنية ارجع عيدها مرة الأخ وخليني أنا بدل الحلبوسي وأنا أعطيك $4000. يلا هاي آخر محاولة لي وياك. اعطيه صفقة يلا. اعطيه صفقة حتى يصدق. وراها ترى هفتح وياك ساحة، وأنت تعرف الزمن ايش قد طويل عندي، وتعرفني ايش قد زعطوط أعتقد. شفت علاوي؟ شفت؟ الحلبوسي صاير دكتاتور ولاطوع وكلها تخاف من عنده وتريدني أني أتعارك وياه. أخوان قرار هام وعاجل وينفذ من تاريخ صدوره اللي هو هسه. تم خلع لقب الجود بوي من محمدنا، وتيمنا بالترقيات الملكية البريطانية، ومن الآن فصاعدا سأبدأ بإطلاق لقب السير على كل من يستحق هذا اللقب، ليكون السيد محمد الحلبوسي هو أول سير يتم ترقيته في هذه السفينة. يتم الآن إجراء مراسيم الترقية إلى سير انطين ال45. نايلون لو جلد؟ النايلون يمنى لو يسرى؟ ما راح يفرق. المهم اعتقد من اعقد راسه تعميد يحس بيه. يلا من الان فصاعدا انت السير محمد. ألف 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 مبروك على هاي الترقية الجديدة. أتمنى تكون على قدر مسؤولية هذا اللقب والمنصب. محمد السير فعلا أنت دكتاتور في زمن هذا النظام الديمقراطي التعددي. أنا ما أصدق
دكتاتورية الحلبوسي أصبحت عنوان للمكون السني. ما هي وسائل الحلبوسي للدكتاتورية هاي اللي تفضل بها جناب؟ هو يراد تعلمنا، لأن أنت رئيس برلمان وعندك دكتاتورية، دا صار رئيس وزراء شو تسوي؟ لا 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 جاي 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 لا 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 ده يقول لا الزلمة يحلف. يا عم أنا أحلف عنك والله العظيم. أنت شلونك علاوي؟ شلون الصحة؟ الأمور الأحوال إن شاء الله زين. جنين وين جنين؟ شو تأخرت؟ مو كانت بتبدل بطارية وتجي؟ ما ادري سيدي تاخرت، ما ادري وين راحت. بدي اروح شوفها وين صارت. اوكي سيدي. شوف خلي يوضح لنا السيارة شلون هو مو دكتاتور. الدكتاتورية ببساطة هي التفرد بالقرار ببساطة، والديمقراطية هي إشراك الجميع بالقرار. ها ببساطة. أنت شنو رأيك بالدكتاتورية؟ وماذا تعرف الدكتاتورية؟ وماذا تعرف الديمقراطية؟ كثر الاجتهادات والآراء ضيع القرار. ممكن يطلع القرار من حلقة ضيقة. إذا تريد اليوم تروح تشتري هذا رباطك اللابس وتاخذ 10 وياك يختارون اللون، ما راح تختاره، ما تصل إلى النتيجة مالته. فالقرارات تؤخذ على مستوى حلقة ضيقة وتناقش وتروج على حلقات أوسع وأوسع. وهي هاي الدكتاتورية بالضبط. عبالك دا يحكي على مجلس قيادة الثورة، يعني أنت تتخذ قرار على حلقة ضيقة وتدزه بالجروب، واللي ما يسمع الكلام بالنفاض عادي. بعدين الرجال نعطيكم حق مناقشة ما بعد اختيار لون الرباط. يعني بشرفك يا بالريكان، هذا الرباط مال غزوان هو ما اعتقد احد اختاره، وغالبا هو جايبه من مقلع من مقالع الانقاض. شوفه بس السيارة محمد حتى يصير دكتاتور شنو ادوات السيطرة مالته؟ ايران، امريكا، شلون يقدر يجبر النواب يوقعون استقالات بالتهديد، بالضرب، لا سمح الله بالتصوير. مساء يوم امس كان اكو اجتماع في منزل السيد الحلبوسي، حاضر به نائب عن الانبار وهو ايضا عضو في تقدم، ما نريد نذكر اسمه. هذا النائب طلب الانضمام الى لجنه النزاهه والسيد الحلبوسي رفض، ومن صار اكو خلاف بين الطرفين. مصادر تقول الموضوع وصل الى انه الحلبوسي ضارب النائب بترمز. يا عمي شيلوا النفاضات من قدام مرت الاخ، خليه ينكث على القاع. هسه يلا النظافه كتلتكم. يا اخي ما تدرون الرجال من يعصب بعد ما يسيطر على نفسه، هو شكو شي قباله يضرب بيه قبل شويه ضرب نائب بالنفاضه، وهسه نائب الله صارخه بترمز. هم زين ما قاعد قباله عمار يوسف. هذا نوب شي يشيله. لا تعصب ابراهيم، لا تعصب. اوكي مسامحك ابراهيم، روح يلا. عمي هاي سالفه محلوله، اي مكان تجتمعون به ويا السير استخدموا مواد صديقه للبيئه وقابله لاعاده التدوير حتى ما تصير اصابات وينحل الموضوع. هاي السالفه ما مقتنع بيها، يعني اداه للسيطره على النواب. عمي شنو نائب يخاف من دولكه؟ اكيد اكو صدق شيء صدق يخوف. شنو اللي صار بوقتها؟ في وقتها يعني هي الاصل انه قبل الانتخابات بالتفصيل حتى يعرفون الواقع على الشعب العراقي والاخوه السياسيين، استدعوني في منزل الشيخ ابو ريشه في الانبار قبل الانتخابات كان الاخ احمد الجابري والسيد الحلبوسي، وقعدنا معاهم. قال لي شوف أنا مقبل على دورة ثانية وأنت الشخص الوحيد اللي أخشاك ما تلتزم. قلت له بدر مني حتى. قال على كل حال أنا جمعت تواقيع، إما توقع وإما تشتث. قلت له تشتث. قلت له وش عندي حتى تشتثني؟ قال لي هسه شلون صار ويا حيدر الملا؟ تشتث وعد اثبت نفسك. شوف هنا اللعب وين؟ اغلب نواب تقدم يصيحون قبل الانتخابات احنا راح نلغي المساءله والعداله، فالناس انتخبتهم لانه راح يلغون المساءله والعداله. يجي السير ابو يوسف العلم يهدد النواب بالمساءله والعداله اللي هم انتخبوهم الناس حتى يلغون المساءله والعداله. شاكسها ماكو احد يقدر له لابو يوسف، والله ماكو قوه هي حتى عمي حتى مشعان ما يقدر له. رباط سالفتنا عن الزعل الصاير بين السيد مشعان الجبوري والسيد الحلبوسي بسبب استبعاد السيد الجبوري من البرلمان، واللي اعتبره الجبوري طعنه من قبل حلفائه وتحديدا السيد الحلبوسي. دورة العلاقة لازم نوصل لمرحلة نشر الصور والرسائل، لذلك اليوم نشر السيد مشعان الجبوري رسالة سابقة من السيد الحلبوسي يذكر بها الأخير أنعل أبو لي فارقك، أنت خبلت ربعنا، أنت صقعة مو بس عندك قدرة. خسرت حتى أصدقاء لك بالدفاع عن السيد الحلبوسي. لا أنا خسرت نفسي. إيه كون تمطر مستحى ويتبللون. يا وجعي يا وجعي يا مشعان، ألم تسمع بغدر الكلاب وعض الذئاب ووفاء القطط؟ قال له أنت صقعة ما ينقدر عليك، تالي صقعة طلعها من البرلمان كله.
معقوله السير محمد حتى مشعان ما قدر له، حتى لا ليث الدليمي، لا سالم مطر، لا حيدر المله، ولا مشعون قدروا له، وتريدون تورطوني وياه؟ حتى الخربيط عبد الله الخربيط خويه وعضيده وحزام ظهره فعل به ما فعل. خذلك الحلبوسي؟ كده الحلبوسي راح يبقى هو رئيس حزبنا، صورته في كل مكان عربي، واستحسن انا بوجهه نظري يكون بعمل. شلون رئيس محمد الحلبوسي قال؟ راح اقول ايه؟ ما اقول ايه. الحلبوسي انتصر بكثير مواقف، اللي ينكرها كذاب ومنافق. الحلبوسي عرف يقود، اكو انحراف صار خير، نبي هو نزل بآية من السماء، محمدنا يقدر يعدل ويقدر يعدل. فأنت تقول لقد لحقني العار لأنني دعمت من دعمت، مو هيك. ولست هذا الخربيط يقول لست محتاجا أن أكون معه، وماذا جنيت سوى العار من دعم ومن دعمت؟ أنتج العار. زين أنت ليش اشتغلت ويا العارات؟ والله صحيح، والله احلى سؤال انسال لحد الان. عاشت ايدك نجم بشرفي. انت دائما تقع على نقطه الاختلاف الضوئيه الناتجه من معاناه المواطن اللي ليش اشتغلت ويا عارات؟ سؤال بسيط، شلون تشتغل ويا عارات واكو ناس ميته من الجوع؟ شلون؟ انا لو مكانك غير احفر لي قبر وطم روحي، غير اجي للمحافظه شقه بالنص، هيك هاي الزمه من حلقه وشق حلقه، هشك حلقه وادوس على شلون يجوع؟ ليش يجوع؟ شلون اشك حلقه؟ نجيب شو تسوي؟ هيك هاي الزمه من حلقه وشق حلقه. شكرا على هذا التوتوريال استاذ نجم، شكرا. ما كنا نعرف شلون يشك حلقه الانسان، هسه صار عندنا توضيح واضح يعني. هيك يشك حلقه الانسان جديد. والله عاشت ايدك. وين عبد الله الخربيط؟ ليش هيك اخوي يصير بيك؟ ليش؟ تخيل عبد الله الخربيط اللي 33 دوله ما قدرت له، هيك صار بيه. تتذكر لما سالك المذيع المعقل وقال لك تقدم ايش قد راح تجيب بالانتخابات اللي فاتت؟ تتذكر ايش قلت له؟ سنتعدى، سنتقدم، سنتجاوز، سنتخطى، سنعبرهم، راح نعبرهم على البق. ايش تحكي عمي؟ استنى، راح نخليهم كلش مهمه هاي، بس تدري هو ايش سوى بيك السير؟ سيدقها لقد دقها، سعافك، ستركك، سضربك، سطلعك، سوقعك، سقعدك، سخلاك بالحوض الورا ورجعك على البق. وقت الخربيط كان رفيجه هو والحلبوسي وانا شخصيا كنت مستغرب من هالعلاقه الى ان انتهت، وهسه النائب السابق خسر مقعده بالبرلمان وقعد. راح تسالني لعد يحيى المحمدي وين؟ مو هو صديق الخربيط؟ انا اقول لك يحيى شو يسوي؟ بالدوره الماضيه كلفت من قبل رئيس حزبي رئيس المجلس بان اروح للقانونيه، سمع وطاعه ورحت. الان انا ايضا كلفت ان اروح الى لجنه الاقاليم، فخلص انا سمعت وطعت ورحت. يحيى المحمدي مخلصها سمعا وطاعه ونكات سخيفه وما شاء الله عليه. يحيى واصل مرحله الو سياده الرئيس شلونك؟ ايش اتعشى؟ طماطه وبيض العروق. ممنون سيدي، ممنون سيدي. لا تسوين عشاء، راح انام لازم اليوم بدون عشاء. الو سيد الرئيس محصور. سمعا وطاعا رحم الله والديك، ده يعلمني الصبر. ورب سائل يسأل لعد علي الصجري اللي وقف بالبرلمان بال 2018 هو ونظارته يحامي للحلبوسي ويجبر النواب يصوتون للسير بذاك الوقت، وينه؟ قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بدعوى قضائية أمام محكمة تحقيق إرهاب الكرخ ضد النائب علي الصجري، وذلك لتوجيه عبارات إساءة وقذف بحق الحلبوسي. وهاجم الصجري رئيس البرلمان خلال الأيام الماضية بمجموعة من التغريدات اتهم الحلبوسي فيها بملفات فساد كبيرة، ومنها تكليف مدير هيئة التقاعد العامة الحالي ودرجته كانت رئيس ملاحظين في مصرف الرافدين، وكانت رشوة الحلبوسي 10 ملايين دولار بحسب ادعاءات الصجري. وهذا كان آخر ظهور لعلي الصجري، وراها بعد ما شفناه ولا سمعنا أي شيء منه. وداعا أيها الكاتب والشاعر علي الصجري، وداعا يا شاعر الوجع، وداعا. دروح تلبت لو سامع الكلام وصاير حباب مثل الباقين. شوف الباقين شلون يسمعون كلام والسير يقولوا لا سمعا وطاعا وطاعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. تفرقوا، صدق الله العظيم. هنا قال لهم الكل قيام، والشيوخ كلها سوت قيام. عاش القائد ابو ريكان. جلوس ايش عندنا غير الحلبوس؟
شيوخ والله، وكل واحد غترته ب 800,000 شو اسوي بعد يا رب؟ هذا كفو والله من محمد السير، من يقول اقوم وقعد بصبعي قد حكايته، محمد المقوم والمقعد. كفو من ابو يوسف. تدري حتى رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري اللي كان هو قبله واقدم من عنده هيك شرجف، والله العظيم هيك شرجف. المن منع سيطرة الصقور؟ منع ضيف الشيخ علي الحماد. الضيف منو ضيف اعتقد الدكتور سليم الجبوري. ايش قد وقفه بالسيطرة؟ والله اللي سمعته ما تبعت الموقف، لكن اللي افتهمته يقولون اكثر من ساعة. ساعتين. اي ساعتين. زين، احترم رئيس برلمان سابق قبلك، احترم منصبك اللي انت بيه، اللي ما يحترم الكرسي اللي جواه يحترم شعاب، يحترم نواب. المن العتب. انتم تعرفون هذا الامر واعلن بشكل واضح سواء في تغريده او في تسجيل. دكتور حضرتك صريح جدا، فاحنا نريد لا نعرف. لا مو صريح يعني احيانا ما هو معلوم لا يحتاج الى ايضاح. احسان قائمه طيب. دخلت في تحالف مع الحلبوسي. السيد الحلبوسي طبعا اسف. ولك سليم، انت شلون تقول حلبوسي حاف هيك بدون السيد او السير محمد الحلبوسي؟ شوف هذا سليم الجبوري اللي سكت وزير الدفاع خالد العبيدي وطلع براءة ثاني يوم برقم قياسي ما حد سجله قبله. بس نور المالكي منطب للتحقيق مال التسريبات، لان يقول لك المالكي فلنفسه يقول الحلبوسي وراها. اسف ايش قلت انا؟ استغفر. السيد الحلبوسي قصدي. اسف امالك كفر مو قال حلبوسي. ابو يوسف العلم. والله حيره، والله العظيم حيره. انا اقول لكم من يفيد. شوف ما حد يقدر عليك، بس يقول لك ما حد يقدر عليك بس القريب منك. ليش؟ لان يعرف زواغيرك وشلون يأذيك وشلون. جمال الكربولي تحدى الامريكان بال 2017 وعاندهم، وراح جاب الحلبوسي وسواه محافظ للانبار لمده 6 اشهر قبل الانتخابات، وهو اللي قلب الدنيا وسواه رئيس برلمان ب 2018. كل الامبراطوريه اللي بناها الحلبوسي هي من لحم كتاف جمال الكربولي، وهم اصلا كانوا يفرفرون ببصب واحد برتقالي، وكل هذا ما فات جمال، صار بجمال التالي. قالوا له منو اقرب المقربين لك من صارت قضيه الدكتور جمال وتخلى عنها. انا من عندها اكست 10 اكسات، قبل كانت 5 وما قدر يطلع لان كانت، وخلي يسمعني، لان كانت رجليه معذبه وظافيره مضروبه وانتزعوا واعترافات بالقوه والتعذيب. طيب بروح ابوك وبروح كل من يسمعني، اذا قائد سياسي وزعيم كتله وصانع وزراء وصانع قرار يصير به هيك، والمتحدث مفتي اني وبالاعلام وبالقيادات وصانع راي وايضا قيادي من قيادات العراق وحكيت طرق التعذيب. السؤال يا رئيس مجلس النواب، يا لجنه الامن والدفاع، يا نواب السنه، لعد الفقير المال احد شلون؟ لبست هواي عالم صرت كشاخ، منو بيكم بعد يحتاجها لبسه؟ والله بصراحه هو جمال الكربولي من ذبوه جوه وصل مرحله من الاعترافات قام يكتلوه حتى يسكت. والله جابوه طبعا المدن الصناعيه اني اخ الله كافي اني والسير كنا اخ الله كافي والمدراء العامين بوزاره الصناعه كنا ناخذ اخ الله كافي والله بعد ما حكيت لك على سحر اخ الله تعال احكي لك بعدين تعال. يتعبون من عنده من الكتل فيروحون يسدون الباب يروحون ينامون يجون من هذا الشباك الصغير. دقيقه شباب بعد اعترافين بالملا اخذت 6 ونبيل كان كلش صديقي. اخ كافي معامل الاسمنت اخ فبالفتره اللي فاتت كان كلهم يدزوا له واحد يدزوا له وما صار حل، ما حد يقدر يقف بوجهه ولا حد قدر يقف بوجهه، فصار عنده ملل من هذا الموضوع. شنو الساعه الجاي؟ فسوى تحديد للكل وداس SAG ساق عليهم. نحن 70 أو 68 نائب في جروب اسمه السيادة، مسموح للحلبوسي وسكرتير الحلبوسي ومرافق الحلبوسي، واعتقد 1 أو 2 فقط يعلقون، والباقي احنا نسمع نقرأ تعليمات الحلبوسي. ممنوع، ما حد ممنوع يكتب. جروب النواب النائب ممنوع يكتب، والله العظيم. في يوم من الايام والله العظيم داخل الجروب مرات يقول النيابه مثلا تبليغ او كذا، كتبت تمام، لا كتبت عفوا ان شاء الله. الاخوه الاخرين كتبوا تم كان يقول لي لا اكتب تم، يعني ان شاء الله. قلت له زين وان شاء الله غير مشيئه الله. قال له مو هاي تحتمل لا لهالدرجه. قيام
ساق ساق give me some more ساق ساق ايام جلوس يلا جلوس لك اي احتماليه نص 1% ماكو، قول تم. وهاي ان شاء الله تقولها لمرتك من تقول لك جيب لنا صمونات وبيتي فور وياك، وتقولها لصاحبتك من تقول لك شو جاي تخطبني، تقولها لصاحبك من يقول لك اليوم ابراهيم جاي من الشرقاط مسير، ما تقولها للسير، تقول له تم وخلاص. دا احس الحلبوسي يعني واصل مرحله من السيطره حتى على غير تحالفات ومكونات، مو بس السياده. محمد الحلبوسي بسيناريو خاص به استطاع ارغام الاطار على ان يصوت له وفق مفهوم المحاصصه. شلون اجبارهم؟ طبعا ماكو اجبار بالموضوع. لا، واضحه عند جميع العراقيين، حتى البسيط في الفهم في الفكر السياسي يقراها. يعني محمد الحلبوسي اجبر الاطار على ان يعيدوا ويرسخوا وجوده داخل مجلس النيابه. فمحمد الحلبوسي نجح في ارغام الاطار بان يصوتوا له. هذا واحد. جيبه الاطار والله العظيم يعني والله محمد السير العلم. زين باسم خشان خو هذا صلف ماكو شيء يوقف بوجهه. لا يتم إضافة النائب باسم خشان إلى أي لجنة من اللجان النيابية إلا أن يقدم اعتذار مكتوب إلى رئاسة المجلس، ولا يسمح له بأي مداخلة خلال هذا الفصل التشريعي. أطلب من المجلس التصويت على هذا القرار. تصويت موافقة حاصل. هذا التصويت كان أسرع من أول حياته، ما لحق حتى يرفع راسه ويشوف منه رافع ايده، خبزه بشاكوش قعد على دكه الاحتياطي. عمي والله ما حد يقدر له، والله العظيم ما حد يقدر له. هذا الحكي باسم خشان اذا ما يريد يتعارك ويا احد وما له خلق يتضارب يروح يتضارب ويا سرايا السلام. وبذكر السرايا حتى السيد ما قدر له. بعض الاخوان قالوا رحنا عند السيد في النجف وكانوا معاه بعض الاصدقاء اليه، فهو سوى روحه زعل من القعده، راح على يعني غادر الى مكان ثاني. يقال السيد مقتدى لحقه غير الضيب، يقال يعني من مصدر موثوق جدا والله العظيم. ما ينجح في خداع السيد مقتدى الصدر الذي لم يستطع اي سياسي ان يخدعه، لا صار وياه ولا اللي صار ضده. هسه تدمرت هاي. اللي ينجح في خداع السيد مقتدى ويخلي السيد مقتدى. انت تعرف السيد الحلبوسي قال لنا ما لازم يصير اكو نصاب لانتخاب رئيس الجمهوريه. هو يحلف قرآن قدام السيد على أنه شريكه، ويحلف أيمان وصداقة أمام السيد الرئيس مسعود البرزاني، وأنا أقول لك ومسؤول عن هذا الأمر. وهذا المخبل علي يقول لي تعارك ويا الحلبوسي، هو السيد راح يتوسل بي، وهو أحد الأسباب اللي ما نجحت بيه جلسة الصدريين. دي على بالله ولا كنت عاقل تريدني علي وينك علي اجب. اسمعك واضح سيدي. صوتك دا يقطع. وين انت؟ انا اريد ادور على جنين شو ماكو. سيدي ايش قال سالم مطر الحلبوسي؟ احنا بياها لسوكتها، قال له اليوم احط القنص بحلقك من على اللي ما يدرك يا ابن شنو ما سمعت؟ قال له احط القنص بحلقك. ايش لحيت؟ بس اذا تتوقع هذا اكثر شيء يسويه السير فانت غلطان. يقصدون بان السيد الحلبوسي كان يضغط او يمارس نحو من انحاء استغلال النفوذ حتى يمرر قضايا الى بالقضاء او بالقانون؟ نعم، كان هناك ضغط على القضاة، كان هناك بعض الامور السياسيه كثيره تدخلت في موضوع المفوضيه. التدخل في عمل المفوضيه كان واضح بشكل كبير جدا ومفضوح، يعني لم يكن سريا. لدينا مؤشرات ان الحلبوسي لاحق استخدم كل الاساليب، احيانا يعني ادعاءات كاذبه وما الى ذلك لملاحقه خصومه. الرساله الاخيره لجماعه السير، ادري بكم راح تقولون والنعم من ابو ريكان، والله زلمه ما حد يقدر له، شوف باوع وهذا رئيسنا والله والنعم. وهو هذا اللي كان يقوله ليث الدليمي قبل ما يبدل السير باحمد المشهداني همات. واعتقد النائب الجديد احمد المشهداني وقع على اوراق بيض واستقالات همات، وحاليا دا يقول تم بالجروب ودا يرسم شمس وبيت وكوخ وغيمه. وتعلم من غلط عبوسي، تعلم من غلطه شغله مهمه، ان ما يقول ان شاء الله، لان حتى عبوسي
كان يقول على السير سابقا. اليوم عندنا تجربة ناجحة، رئيس مجلس نواب ناجح، نعم، ما يمتلكه من إمكانيات تفوق إمكانياتنا، لذلك احنا متمسكين في بقاء إن شاء الله. رجل داعم لشمال بغداد للتاج والطارمية وداعم لكل محافظات العراق، ما راضين عليه. المكون السني بالبرلمان، يعني تمثيل المكون السني بالبرلمان هو السيد رئيس مجلس النواب. للأمانة هذا الرجل دا يقدم كل ما عنده. في جملة أختصر لك إياها، يعني أقدر أقول لك احنا أعطينا للسيد الحلبوسي كل شيء ولم نأخذ شيء. وندمتم؟ أعطينا كل شيء ولم نأخذ شيء. فالرسالة الأخيرة اللي أريد أقولها، شاكسها للوضعية، شاكسها للعملية السياسية، شاكسها للديمقراطية، وكلكم جاكم السرى مثل ما صار بمحمد وجمال وعلي الصجري ومشعان وسليم ورافع وعلي حاتم وأثيل وحيدر الملا والباقين. بس الفرق الوحيد انتم حاليا تقولون تم بالجروب وهو عاجبه كل شلون اربطتكم. وجيبه جيبه 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 علي 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 تسمعني؟ علي وين هو؟ علي 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 بطل الشقة جايف. علي تسمعني؟ علي غصون حددي لي مكان علي وجنين بسرعة. لا أستطيع تحديد مكان علي ولا جنين، لا وجود لأي إشارات حيوية لهما. لقد فقدنا علي وجنين.